السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلي وأخواتي في دمياط، بجد ترحب بيكم وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية يا رب. أنا النهارده متحمس جدا لأن أنا هنجرب الكبة اليدوي دي مع بعض. الكبة اليدوي دي يا جماعة كذا حد قال لي عليها، لكن أنا ما رضيتش أجيبها وأطرحها للبيع إلا لما أجربها بنفسي. فهنشوفها كده مع بعض ونشوف مكوناتها وهنشوف هل هتقدر تقطع البصل إزاي والطماطم والخيار والثوم والحاجات دي. هي مكوناتها بتيجي بمخفق للبيض، تيجي الشفرات بتاعتها 3 شفرات كده يا جماعه قويين جدا جدا جدا، 3 شفرات قويين جدا. وهي فكرتها بسيطه جدا، ان انت انا طبعا غسلتها في الاول. هي فكرتها انك بتحط الشفرات كده اهو، بتحط عليها الغطا وبتحط المقبض، والمقبض على فكره بزرار امان، يعني ممكن تعمله كده اهو وتقوم قافل زرار امان، او ممكن تفتح زرار الامان بس وتعمل كده. هي دي كل فكرتها. هنشوف بقى اهم حاجه عندي قوتها. وعلى فكره يا جماعه دي في منها اسعار كتير جدا متفاوته، لكن انا قلت اجيب اغلى نوع علشان نحكم بكل مصداقيه. هنجرب الاول الطماطم مع بعض. انا مش عارف، معلش مش بعرف اقطع طماطم. هنجربها كده مع بعض. مش عارف. يبقى احنا هنجرب كده يعني ايه مبدئيا، نشوف الدنيا فيها عامله ايه. هي قطعت لنا يا جماعه، هي قطعت لنا الطماطم بشكل مهروس جدا. فاحنا بقى محتاجين ايه؟ لو انت عايزه فلو انت عايزه بقى للسلطه، فانت محتاجه ايه؟ ما تضغطيش كذا ضغطه. يعني مثلا نجرب دي كده اهو، عشان عايز اجربها للسلطه. هنحط الغطا، هنحط الشفره، هنحط الغطا. كده اهو كفايه، كده اهو كفايه. بس يا جماعه ممتازه، قويه جدا يا جماعه، قطعت الطماطم بشكل مهروس جدا. طيب تعالوا بقى نجربها مثلا في حاجه تانية، نجربها في الخيار. بصوا يا جماعه، في ثواني عمل الخيار ازاي، في ثواني. انا مبهور بصراحه بالنتيجه دي في ثواني. يعني ممكن انت في 2 كلام تعملي طبق سلطه بصراحه بيها، في 2 كلام يعني ما تكمليش ثانيتين. اقل من ثانيه ممكن تعملي طبق سلطه زي دوت. تعال بقى نجربها في البصل، اهم حاجه. يا رب بس اعرف اقشر البصله دي. إيه، ولازم اشيل الغطا ده، لازم اشيل الطبقه الاولانيه دي. الله يكون في عون الستات بصراحه، حاجه رخمه. بس هي البصله دي يا جماعه حاميه جدا، البصله دي حاميه جدا. بصوا يا جماعه، بصوا في اقل من ثانيه، بس البصله دي حاميه قوي في اقل من ثانيه. امال بقى لو كنت قطعتها بالسكينه في اقل من ثانيه يا جماعه، شوف البصل بقى عامل ازاي في اقل من ثانيه، في اقل من ثانيه. يعني انت ممكن بقى يعني انا متخيل ان هي، انا حبيت الطبيخ قوي، بس يعني ايه، البصله دي حاميه قوي، عقدتني بصراحه. في اقل من ثانيه يا جماعه، شوفي البصله، شوفي ناعمه، وممكن تتحكمي كمان في نعومه البصل ثانيه الا ثانيه. هنضف دي بس من البصل، واجي بقى عشان نجرب التوم. تعالوا بقى يا جماعه نجرب التوم. هنجيب، هو التوم ده لازم يتقشر كمان، لازم اقشر التوم ده، ما ينفعش اعمله بقشره.
اتهرست 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 يا جماعه. بس انا عشان حاطط 3 فصوص توم بس، يعني انا عشان حاطط 3 فصوص توم بس، لكن انت ممكن تنعميها كمان اكتر من كده. لا يا جماعه حاجه هايله جدا، وممكن في دقيقتين بالظبط تنجزي كل حاجتك، ممكن في اقل من دقيقتين تنجزي كل حاجتك. وحلاوتها كمان يا جماعه ان هي بتفرم التوم من غير ما تعصره، يعني هي بتفرم التوم من غير ما تعصره، ف ممكن ان انت تخزنيه بقى بعد كده بكل سهوله، لان هيفضل محتفظ بقيمته الغذائيه. يعني مجمل الموضوع بغض النظر عن البصل اللي طلعت حاميه قوي دي، انا شايفها عمليه جدا، يعني بتنجز لك وقت، يعني في اقل من دقيقه ممكن تعملي طبق السلطه. طبق السلطه ده طبق السلطه ده يتعمل في اقل من دقيقه، في اقل من دقيقه بالمقاسات اللي انت عايزاها. لو انت عايزه تهرسيها قوي هتفضلي تضغطي كتير، لو انت عايزه نص نص هتضغطي ضغطتين 3. لكن في مجمل الموضوع انا شايفها هايله جدا، خصوصا في البصل. لو انت عايزه حاجه سريعه كده ومش عايزه بقى تطلعي كبه وكهرباء ووجع قلب من ده، في اقل من ثانيه هتعمل لك كل حاجه بشكل زي ما انتم شايفين كده، بشكل مهروس جدا. واللهم صل عليك يا نبي. كنت عايز اقول ايه كمان، لكن عشان تحافظ عليها وتحافظ على الامواس بتاعتها ما تحملهاش كميات كبيره. يعني البصله مثلا ممكن بصله ببصله، وتكون بصله صغيره بحيث انك ما ترهقيش الشفرات وتفضل معاكي سنه او سنتين. انا اعرف ناس الكبه دي معاها بقى لها اكتر من سنتين. يعني الايد دي ما تقلقيش، لان لو حصل فيها اي عطل الاربع مسامير دول بيتفكوا وبتتصلح تاني، البلاستيك بتاعها مقوى. وده كان راينا في الكبه دهيت، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.